ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وهنا وسعاده وتكونوا في احلى حال يا رب. النهارده بقى عملت لكم حته اكله جميله جدا. الاكله دي بتاعت الزمن الجميل. ايه هي؟ البصاره. البصاره يعني حاجه حلوه قوي. هي ماما قالت لي اعملي لنا كشري النهارده. قلت لها ماشي حاضر. هي نايمه بقى انتوا عارفين، عشان يا عيني العمليه وبعدين جالها عرق النسا وربنا يشفيها ويعافيها يا رب. رحت عامله لها احلى طبق بصاره. يلا بينا نشوف احلى طبق بصاره واجمل طبق بصاره عملناه ازاي. والله سهله وبسيطه ومكونات بسيطه وما بتاخدش منك وقت، وطعمها حلو جدا وجميل. ماشي، يلا بينا نشوف عملنا البصاره ازاي. يلا بينا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي وروح قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بالخير والهنا. بصوا الجمال، بصوا الحلويات. احلى طبق بصورة مع الخلطة الجبارة، الفلفل بالليمون بالبصل بالطماطم. بصوا الجمال وبصوا الحلاوة. ايه رأيكم في الاكلة الجميلة الحلوة دي؟ يلا بينا بقى نخش على مطبخ عبير هما مع اليوتيوب ومطبخ عبير على الفيس، علشان نقول لكم عملنا احلى اكله ازاي. ماشي، يلا بينا على المطبخ، يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وهنا وسعاده وكل حاجه حلوه ومساكوا زي الفل يا رب العالمين. بص بقى، انا بنعمل اكله حلوه بتاعت الزمن الجميل، الزمن الحلو، بس بطريقه تانية وبطريقه جديده، وان شاء الله تطلع حلوه وجميله. احنا هنا بنحمر بصلايه. معلش، بصوا بقى، حته توميه صغيره هنا كده اهي، صغيره قوي بس عشان تدي ريحه وتدي ايه، طعم. بصوا، ده ربع كيلو بصوره اهو. دي الطريقه الجديده ان احنا هنعمل الفول، نقلبه مع بعض. شايفين؟ نشوحه شويه كده زي ما انتم شايفين اهو، يتشوح حبه. نروح نحط الميه ايه، السخنه على طول، ونعمله كده ونشوف الكلام الجميل ده ونشوف الحاجات الحلوه. انا لقيتها ترند على اليوتيوب اهو. شايفينها تتشوح كده حبه. شايفين الجمال اهو. نقعد نشوح ونقلب فيها كده شويه بشويه اهي. ممكن تتشوح، بتدي طعم حلو وبتدي كل حاجه حلوه بالمنظر ده. وهنا دي البصلايه اللي احنا هنحطها على الوش، على الوش بتاع ايه، الطبق، اللي هي الورد الزينه. بصوا الجمال. هنا طبعا اهي شوحت حلو قوي. ادي ميه سخنه، بسم الله ما شاء الله. طلع عملي كده يا جماعه اهي. بس كده، مش هزود اكتر من كده عشان تبقى حلوه وما ايه، ما تبقاش خفيفه، تستوي بقى براحتها. هنعمل بقى، هنجيب بصلايه نيه، هنحط بصلايه نيه ماشي، ونحط بقى، مش هحط تومه تاني عشان انا حطيت تومه في الاول، لان انا هحط في البصله دي حته تومه صغيره. خلاص، هنحط الملح اخر حاجه لان التوم فيه ملح. هنحط شويه كمون، كزبره ناشفه، وايه، وحبه من السبع بهارات. كل دول انا هحطهم دلوقتي هنا. ليه بقى هتحطهم دلوقتي؟ عشان لما تحطهم هنا دلوقتي هيعملوا ايه، ممكن تكلكع منك لما تيجي تضربه في الخلاط هتفك. انما لو حطيتي التوابل بعد ما هي اتعملت ونزلتيها وصفتيها، لا ممكن تكلكع منك، تبقى حته وحته وما تبقاش حلوه. ماشي. هنا البصله اهي بتحمر معانا، واوريكم بقى الحلاوه بتاعتها وتطلع مقرمشه ازاي وتبقى جميله ازاي. بصوا يا قلبي، ده شويه نعناع، اللي هو النعناع الناشف اللي احنا بنجيبه وبنعمله اهو، بتدي طعم حلو قوي قوي قوي. يبقى انا حطيت شويه كزبره على شويه بهارات على شويه كمون على فلفل، والملح الاخر، واحده مرقه بس، والنعناع. الخضره امتى بقى؟ الخضره مش دلوقتي، شويه كده اول ما تاخد بس غلوتين وتخش على السوا نحط الخضره. والخضره انا مخزناها طبعا في الفريزر، ان الخضره دلوقتي غاليه جدا وصغيره وقليله قوي 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 اهو. بصوا بقى دلوقتي كده، بصوا الجمال.
البصله اهي بتحمر، هبتدي بقى احط عليها عشان ما تحمرش قوي مني. نأسف للتأخير يا جماعه. ادي حته تومه اهي ونعملها مع بعض كده. جربوها بقى بحته التومه دي، تبقى حلوه قوي قوي قوي، لانها الزيت بتاعها وباقي من البصل، لاني ما بنحطش البصل كله، بحطه ايه على اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. البصاره. بصوا الجمال، مقدرش اقول لكم على الريحه، الريحه تحفه. اه والله. وريكم كده بقى كل حاجه حلوه. جيت بقى التوم نحط شويه ملح، واول ما نحط الملح ما نقلبش على طول. ليه؟ علشان نديله ان هو يقرمش. الحاجه اللي هي هتخليه يقرمش الملح. بصوا بقى الجمال والحلاوه اهو. والنعناع هنا بيدي بقى، بصوا، نكهه بقى وطعم تحفه. ريحه النعناع فيه خطيره خطيره خطيره. بس بقى عشان الثوم ما يتحرقش مني، ومش عايزين برضو نحرق البصله، تبقى البصله مش لونها ايه اسود، لا عايزينها حلوه. نحط بقى شويه ملح عليها ونقلب بقى فيها. نقلب شويه الملح، نسيبها شويه نقلب بقى، يعني نسيبها حبه كده ونقلبها. نطلعها برضو كده واوريكم الجمال بتاعتها والقرمشه والحلاوه بتاعتها. بصوا حبايب قلبي كده حلو قوي اهو. طفيت النار عليه وبقلب برضو فيه عشان ياخد السخونيه بتاعه العين وبتاعه النار، عشان ما يبقاش ايه اسود ولا اصفر. اسود اهو. هنجيب بقى كده، شايفين، اصفي قوي. بصوا الطبق اهو، عشان ما تحمرش منك قوي وتبقى سمرا كده، لونها حلو كده ذهبي. بس نفردها بقى كده اهي عشان تبرد. بصوا تبقى جميله بقى بالمنظر الحلو ده. بنسيب بقى شويه الزيت مع شويه، انا وانا بحمر هنا ما حطيتش زيت كتير، حاجه بسيطه جدا، عشان عامله حساب الزيت ده اللي انا ايه هحطه هو وشويه البصل الباقيين دول. بس بتدي طعم حلو قوي. نحط على العين من غير العين عشان ما تحمرش قوي مننا. تغلي بقى تستوي هوريها لكم واوريكم بقى الحلو بتاعها. ماشي. بصوا الطبق جميل ازاي. بصوا حطوها بس بقى شويه. بصوا قرمشه بقى. سامعين؟ سامعين الجمال؟ تقرمش بس كده. بصوا بقى يا حبايب قلبي، دي تعتبر ربطه شبت وبقدونس وكزبره. دي انا كنت جايباها ومخزناها، اغسلها كده واخزنها، لان دلوقتي مستحيل ان انا اجيب خضره. الخضره ما بقتش فيها وغاليه جدا. ده الراجل بيقول لك ممكن نبيعها بالميزان. كده الفول اهو، يعني 3/4 سوا بالظبط. هياخد غلوه بقى تاني بالخضره ونقفل عليها. طعمه وريحته خطيره جدا وطعمه حلو قوي قوي، اصل انا بدوق. اهو بصوا غلوه بس كده بالخضره ونقفل عليها تبرد، اضربها في الخلاط واوريها لكم. خليكم معايا. بصوا حبايب قلبي اهي كده خلاص خلصناهم. صفيتها ضربتها في الخلاط كويس جدا وصفيتها، وادي اللي هو بقيه الزيت بالتقليه. بس تبرد بقى شويه كده هحطها في الاطباق وهوريها لكم بقى بعد ما تبرد، وهوريكم كل حاجه حلوه، وهوريكم بقى طبق بصل بالطماطم بالفلفل. ما اقدرش اقول لكم على الجمال والطعم. بصوا بس هقفل بقى عليها وتبرد واحطها في الاطباق. حبايب قلبي ايه رايكم؟ بصوا الجمال والحلاوه. بصوا بقى بعد ما اتعملت، انا عملت كده 3 اطباق والباقي اهو. ما بنحطوش طبعا كله مره واحده، بنحطه ايه يعني اما بنعوز عشان بتسخن. ورايكم بقى شويه الطبق الجميل ده التحفه ده. بصوا الجمال، طبق بقى تحفه بالخلطه الجباره بتاعت الحاجه، بصل على الفلفل على الطماطم، عايزه طعميه دي والله. ايه رايكم في الحلاوه والجمال؟ وبصوا بقى هنا، بصوا جمالها، بصوا طعمها حلو قوي. خطيره جدا. ايه رايكم في الحلو ده كله؟ بصوا بقى حبايب قلبي، هي جميله وحلوه، بس الطريقه اللي انا بعملها بتاعت زمان دي حلوه، يعني بتعتبر احلى.
وهنا جميله جدا وطعمها حلو، بس انا حبيت طريقتي احلى. يعني ممكن نجرب دي ونجرب دي، مش هنخسر حاجه. ماشي. دي حاجه. الحاجه التانية، انا جات مني الخضره شويه زياده، هي كانت عايزه الخضره تقل شويه بس. انما كده والله برضو طعمها حلو قوي وجميله. يا رب ان شاء الله يكون احلى طبق بصاره بتاع الزمن الجميل، الناس الحلوه بتاع جدودنا، والطعم التحفه الجميل. ويا رب كل حاجه بعملها كده يا رب تكون عاجباكم. ماشي. يلا بقى نشوفكم في فيديو جديد، ونشوفكم في الكل خير. ودايما ما تنسوش الكومنتات، وما تنسوش التعليقات بتاعتكم، وما تنسوش اللايكات. وادعوا يا رب ان شاء الله نكبر بيكم، وان شاء الله نكون اكبر قناه بكل حبايبنا وكل الناس الحلوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.